اذا كانت الحياه بتتغير فكمان عادات الزواج يجب ان تتغير، واذا كان السوشيال ميديا بقى جزء من حياتنا ليه ما نستخدموش في الحاجات الاجتماعيه وعلى راسها التعارف والزواج. يا ترى انتم مع ذلك ان البنات تعرض نفسها بصوره محترمه طبعا للزواج على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل، ولا من المعارضين؟ معانا دلوقتي على التليفون دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه. مساء الخير يا دكتور احمد. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك يا استاذه صفاء؟ واهلا وسهلا بالساده المستمعين. اهلا بحضرتك معانا. حضرتك تابعت هذه الفتاه يعني وفيديو بتاعها اللي عمل شويه ضجه كده على الفيسبوك، راي حضرتك ايه؟ طبعا انا كنت من اوائل المتابعين للموضوع دوت. وطبعا رايي انا بتكلم كاستشاري علاقات اسريه واجتماعيه، وكحاجه موجوده في المجتمع في الوقت الحالي. فانا بصراحه برفض هذا الشكل من عرض فتاه لنفسها ان هي تطلب الزواج بالشكل ده. هي ممكن يبقى في طرق اخرى لو هي عايزه تستخدم التكنولوجيا الحديثه او عايزه تستخدم، يبقى في تطور في المجتمع. انا شايف ان التطور دوت ممكن يكون بطرق اخرى افضل من الطريقه اللي هي عرضت بيها نفسها بهذا الشكل، لان ده هيعرضها هي نفسها التحفظ اللي حضرتك شايفه على اعلان الفتاه، هي فتاه مباشره جدا، ما حبتش يعني تلف وتدور وتحط اسمها مثلا في جروبات الزواج، حبت انها تعرض نفسها بصوره يعني مباشره كده. وايه وجهه نظر حضرتك في رفض ذلك؟ وجهة نظري ان دوت هو هيعرضها هي نفسها لمشاكل حتى لو تم قبول موضوع الجواز منها بهذا الشكل. لان انا هفترض ان في حد قابل، يعني قابل ان هو يتزوج منها بالشكل اللي هي عرضت بيه نفسها. هل هي تأمن بعد فترة ان هو ما يقعدش يعيب عليها او يقول لها انت مثلا يعني انا هستخدم بعض الحاجات اللي ممكن بتتقال حتى مع ناس ما عرضوش نفسهم بهذا الشكل، ان انت مثلا ما كنتيش لاقيه حد يتجوزك، او انت كنت فاكره ان انت تحمدي ربنا ان انا رضيت بيكي وكان حد راضي. الكلمات اللي زي كده، وممكن وسائل تنمر او ممكن تصدر من الزوج نفسه بعد فتره من الفترات. فانا بتكلم ان هي عرضت نفسها لشكل من الاشكال اللي هي نفسها ممكن تحط فيه ممكن تواجه بيه بعض المشاكل مع الزوج بهذه الكيفيه. كمان مش عايزين نغفل ان في الوقت اللي احنا موجودين فيه في هوس حاليا بقصه الترند، وقصه ان انا ابقى انا اللي متصدر الترند، وقصه ان انا ممكن يكون مثلا الفيديو بتاعي اكثر مشاهده. فانا برضو متحفظ على الكلام ده. هل هي كانت بتفكر في كده؟ انا مش عارف طبعا حقيقه، لكن الوضع اللي قدامي يدل ان هي كانت ممكن تكون بتفكر في هذا الامر، ان هي تبقى مشهوره او ان هي تبقى محطوطه كترند او حاجه زي كده، بان هي عرضت لان انا ما شفتش منها حتى شروط للجواز ولا حاجه. دي هي واحده بتقول انا ما عنديش اي شروط. طب ما انا شايف الانسانه اللي قدامي شكلها كويس ما شاء الله، واضح ان هي من اسره كويسه، واضح ان هي ممكن يعني ممكن تكون اكيد بيتقدم لها ناس ادام هي ما عندهاش مشاكل وما عندهاش شروط. ليه ما قابلتش حد منهم؟ اشمعنى عايزه تعرض بهذا الشكل؟ فبالتالي هو ده اثار التساؤل عندي. في نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك، هو كمان مش متفق مع تقاليد المجتمع عندنا. يعني في طرق اخرى للموضوع دوت، زي ما حضرتك قلت في جروبات موجوده، في اماكن دلوقتي بتبقى مكاتب للزواج بطريقه الكترونيه، بيبقى فيها سريه وحافظه على البيانات، بدل ما ان انا اعرض نفسي بهذا الشكل وممكن تعرض نفسها للسخريه او الاستهزاء او ان حد يقول عليها كلام مش كويس. ده كله انا بكلم كمان حفاظا عليها هي نفسها. تمام. هنطلع فاصل اخباري وهنعود لنسال الدكتور احمد علام. طيب اذا يعني ضاقت السبل بالبنت ولم تجد امامها سوى وسائل التواصل الاجتماعي، ايه الحاجات الامنه التي يجب ان تفعلها البنت قبل ان تدخل مثل هذه الجروبات، مثل هذه المكاتب؟ وهل فعلا الزواج عبر الوسائل الجديده والالكترونيه ممكن ان يؤسس زواجا ناجحا، ولا هنرجع تاني لنفس الكلام اللي قاله دكتور احمد، فكره التنمر والمعايره، وهيكون برضو مستهجن من المجتمع؟ زي ما التكنولوجيا غيرت كتير من حياتنا، ليه ما تغيرش كمان من عادات الزواج؟ اعود لضيفي دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه، واللي قبل الموجه كان رافضا تماما لهذه الفكره، فكره عرض الفتاه بالمباشره كده عبر الفيديو يعني لنفسها للزواج، وقال ان هناك بدائل ايضا تكنولوجيه زي جروبات الزواج على الفيسبوك، زي مكاتب الزواج اللي ايضا ليها استخدامات الكترونيه وصفحات الكترونيه. ولكن دكتور احمد، هل هذه البدائل امنه ايضا وتحفظ للفتاه كرامتها وتبعدها عن التنمر وعن المعايره، ولا ايضا هنعود لنقطه البدايه وان بعد فتره ما من الخطوبه او حتى من الزواج قد تواجه ذلك؟
لا، هنا بقى الامر يختلف يا استاذ صفاء. هنا الامر ان الزوج والزوجه هيبقوا هما الاثنين في هذا الجروب او في هذا المكتب او الالكتروني اللي هو للزواج، لان انا كراجل مثلا ببحث عن عروسه، هحط بياناتي عندهم، وهي كفتاه بتبحث عن عريس، فهي بتحط بياناتها عندهم. فاحنا هنا اصبحت الكفه متساويه، مش انا عامل فيديو وبتكلم بقول انا مش متجوز ويا ريت حد يرتبط بيا والكلام ده ما معناه يعني كده. انما لو احنا الاثنين حطينا بياناتنا، هو وسيله كانها الخطبه الالكترونيه، كانها خطبه بتاعت زمان، ما كانش بيحصل تنمر بسبب الخطبه دي. واحد مش مرتبط عايز يرتبط بفتاه مواصفاتها كذا كذا، والفتاه كمان هي كمان بتبقى الخطبه معاها صور الاثنين ومعاها بعض البيانات البسيطه عنهم. وبعد كده الاسرتين بيدخلوا بيوت بعض، او اسره العريس بتروح للعروسه، ويمشوا بقى الخطوات الطبيعيه اللي ممكن اي حد يمشي بيها، ان هو الاسره تسال على الاسرتين، يسالوا على بعض. بعد كده لو لقوا ان مفيش مشاكل يعني او قابلين بعض، اسره العريس بتتقدم لاسره العروسه وتقول لهم احنا عايزين نطلب ايد بنتكم وشروطكم ايه، واحنا مثلا مقدرتنا كذا، ويمشي الموضوع عادي جدا. هنا الموضوع ما اصبحش بقى ان حد بيعرض نفسه ويقول لك انا مستعد لاي حاجه وانا مستعد للجواز وانا مش لاقي، يعني في فرق كبير طبعا. عشان كده بقول لحضرتك انا بقبل هذا الوضع، انما ما اقبلش الوضع الثاني اللي هو حد يعمل فيديو عن نفسه والكلام ده. طيب هل احنا في ازمه زواج يا دكتور احمد؟ حضرتك شايف على الرغم من هذا الانفتاح وان ما عادش خلاص فكره الخطبه دي، حتى يعني الشباب والفتيات ويلتقون في كل مكان تقريبا، في النوادي وفي الجامعات وفي العمل، ايه اللي بيخلي الشباب يتراجع شويه للخلف لهذه الوسائل اللي هي الغير مباشره؟ هل هي نوعيات معينه من الشباب ولا في ازمه في ما بين الشباب والفتيات؟ لا، هو في طبعا نوعيات معينه، يعني مثلا ممكن يكون حد ما بيعرفش، ما بيلتقيش كتير يعني رغم ان في انفتاح والكلام ده، ولكن في بعض الشباب وفي بعض الشابات ما عندهمش يعني طرف ان هم يلتقوا بناس اخرين. في ناس كبر بيهم السن شويه، في ناس عندهم بعض الخجل في التعامل مع الاخرين، فبالتالي دوت هتبقى وسيله بالنسبه لهم مناسبه. في بعض الشباب ممكن يكون امكانياته الماديه مش قويه قوي، فبيقول لو حد يقبل بامكانياتي دي، انا يا جماعه اهو مواصفاتي واحد اتنين تلاته، لو حد يقبل بيها فانا ممكن ان انا ارتبط بيها. فبالتالي هنا ممكن يكون هو ده اللي بيخليهم يقبلوا على مثل هذه الامور. وانا على فكره بيجي لي استشارات من ناس بيقول لي، انا مثلا واحده بتقول لي انا قاعده في البيت طول الوقت وما عنديش فرصه ان انا التقي بحد، او انا من البيت للشغل، والشغل فيه ناس محدوده جدا وهم مش مناسبين بالنسبه لي، فبالتالي انا مش بروح بقى التقي وانزل نوادي وانزل اماكن، فبالتالي انا عايزه العريس يجي لي البيت بمواصفات معينه، فاعمل ايه؟ ونفس الكلام بعض الشباب، انا بشوف بعض الشباب عندهم نوع من انواع الخجل، او هو برضو في اطار العمل بتاعه يمكن كلهم ذكور، معوش سيدات كتير، معوش فتيات كتير في المكان اللي هو فيه، فبالتالي يعني ما عندوش بقى ان هو علاقات ويلتقي بدي ويلتقي بفلانه وعلانه، فبالتالي عشان كده ممكن يستخدم هذه الوسائل. انا بتكلم ان هو مش اساسي ان احنا نستخدمها، ولكن احنا هنا بنقول بدلا من ان احنا نعمل فيديو زي كده، احنا ممكن نستخدم الوسائل اللي احنا قلنا عليها دي لو احنا عايزين كده. هو ليه الشباب يعني بيثقوا اكتر في الحاجات الالكترونيه اللي هم بيعملوها بنفسهم عن فكره توثيق الاهل؟ يعني طول عمرنا بنسمع عن زواج الصالونات ده، ان حد يرشح عروسه لحد، حد يرشح عريس لحد، وكان بيتم في اطار اسري. ليه الشباب بدا يعني يبعد شويه عن هذه الصوره التقليديه في الزواج؟ هو سمة العصر يا استاذ صفاء ان هم اصبحوا بيستخدموا التكنولوجيا، الشباب في كل حاجه، فهو بيستخدمها في حياته كلها تكنولوجيا. انت ممكن حضرتك، احنا كنا زمان بنلتقي كلنا نلتف حوالين مسلسل واحد حوالين، النهارده هو ماسك طول النهار ماسك الجهاز بتاعه في ايده، بيشتغل عليه، بيلعب عليه، بيتفرج عليه على المسلسلات والافلام والبرامج. فبالتالي هو هنا مستخدم التكنولوجيا في كل حاجه، وبيشتري من خلال النت وبيبيع من خلال النت، فكل العمليه اصبحت الكترونيه في امور كتيره جدا. وبعدين احنا بنقول ان الوسيله دي برضو يعني هيتدخل الاهل بس في مرحله لاحقه، يعني الاهل مش هيبقوا في منأى عن هذا الموضوع. وانا ما بنصحش الفتيات ان يجي لهم حد من خلال النت او وسائل الكترونيه بدون اهله وبدون ما يسالوا عليه وبدون ان هم يدخلوا بيته، يدخل بيوتهم من بعد ما يكونوا سالوا عليه، بعد ما يكونوا عرفوا هو كويس ولا لا. فانا بتكلم ان في مرحله سابقه نوعا ما، وبعدها تاتي مرحله الاهل، فبالتالي الاهل هم برضو مش بعيدين عن الموضوع قوي. نعم. دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه، ليه فكره ان البنت هي التي تتقدم او التي هي تعرض او يعني توضح او تلمح حتى باعجابها لشاب ما زالت مرفوضه، على الرغم من يعني في زيجات تمت عبر
مرفوض، لكن هي العادات ما زالت تحكم، لان حتى لو الفتاه هي التي ترغب في الزواج فلابد ان تاتي الكلمه الاولى من الرجل. ليه هذه الصوره ما زالت موجوده ولم تتغير؟ هي احدى العادات اللي احنا ما زلنا محتفظين بيها، ان هي تقليد من تقاليد المجتمع، وكل مجتمع على فكره يا استاذ صفاء ليه بعض التقاليد اللي محافظ عليها. هو مش لازم كل التقاليد تهدم ولا كل الاخلاقيات ما تبقاش موجوده. هو احد التقاليد على فكره. مجتمعات اخرى لما تبص التقاليد بتاعتها حضرتك هتشوفي ان بعض المجتمعات في دول اسيا، في دول افريقيه، هتلاقيهم محتفظين ببعض العادات. تقولي هو يعني العاده حتى اصبحت شيء مثلا مستغرب او شيء مستهجن، ورغم كده هي احدى العادات بتاعتهم في الزواج. فاحنا ما زال عندنا هذه العاده ان احنا محتفظين بهذا التقليد، ان المراه يعني ما تصرحش، تلمح. هو دوت افضل ليها، يعني لان المراه معروف ان هي يعني طبعا اللي هي الانوثه، وهي الهدوء، وهي اللي المفروض ان هي تكون محفوظه، وهي اللي تكون يعني الرجل دايما هو اللي عنده حته الجرأه شويه. المراه لازم يبقى عندها شويه الحياء وشويه الخجل والكلام ده كله. بعض ما ده كمان مطلوب بالنسبه للزواج، اصبح من ضمن العادات المطلوبه. يعني احنا عندنا في المجتمع بتاعنا الرجل مش معتاد ان المراه تكون جريئه قوي وتكون متكلمه، مش لا، لسه ما عندناش هذه العاده، مش منتشره، وان كان البعض بيقبل. يعني احنا مش هنقول ان هي عاده مرفوضه عند الجميع، ولكن البعض بيقبل، ولكن النسبه الاكبر بتفضل ان يكون حتى في تلميح بسيط، والرجل بعد كده يبدي ارتباطه، او يبدي ان هو اللي عايز هذا الامر عشان ما تحرجش نفسها. يعني الرجل لو احرج نفسه نوعا ما مقبوله، انما المراه لما تحرج نفسها، خاصه لو تعدد هذا الاحراج، بيبقى فيه يعني شيء يعني ايه من تقليل من نفسها شويه. فاحنا بنقول لها احتفظي بهذه العاده. انا شايف ان هي عاده كويسه وتقليد جميل نحتفظ بيه، وما فيش مشكله ان احنا مش عايزين نتغاضى عن هذا التقليد من التقاليد الجميله والحاجات احنا نحتفظ بيها يعني. على رأي بنتك ما تخطبش لابنك، يجعل الامر في ايد الفتاه واهلها مش في ايد الرجل، ولكن العادات تسير غير المثل خالص. هو موضوع يخطب لبنتك ما تخطبش لابنك، هو كان المقصود بيه ان انا لو شفت حد مناسب جدا، وانا كراجل بقى خلي بال حضرتك، هو بيكلم الاب ما بيكلمش البنت، ما بيقولش البنت اخطبي لنفسك. المفروض الامور عبر الرجال اه، عبر الرجال. وانا شفت حد مناسب واتكلمت معاه كتير، وشايف ان هو على خلق، وخايف ان هو يعني ايه يكون يعني يضيع من ايدي، او ان هو يكون اصلا خجلان ان هو يتقدم. فانا ممكن برضو المح له او اقول له ان انا عندي عروسه، او ان انا عندي بنت على فكره للزواج، او سنها قريب، لو انت كنت بتبحث عن عروسه، او تعرف حد بيبحث عن عروسه. فبالتالي هنا خلى الموضوع في ايد الاب برضو ان هو اللي يتعامل، ويتعامل بحكمه، ويتعامل بحنكه. مش معناه ان هو يروح يقول تعالى اتجوز بنتي مثلا، انا بنتي مش لاقي حد يتجوزها، زي ما حصل في الفيديو. ما الفيديو إن كان ما قالش كده تحديدا، ولكن هو قال ما معنى هذا الامر، يعني بالمعنى كده انا مش لاقي حد الفتره اللي فاتت وانا عايزه حد يرتبط بيا. قد تكون برضو حاجه نفسيه دفعت الفتاه لكده، ولكن احنا بنقول ان هو مش المراه بقى اللي تخطب نفسها، لا، بنقول له اخطب لبنتك، مش انت اخطبي نفسك او اخطبي لنفسك. اخيرا دكتور احمد علام، من واقع خبره حضرتك في الاستشارات الاسريه، هل حضرتك شاهدت ان لو تمت الزيجات عبر السوشيال ميديا بكل تطبيقاتها، هل بيكون المستقبل بالنسبه لها ناجح، ولا بتبقى فتره كده وتبدا الخلافات ولا زي اي طريقه اخرى من الزواج؟ شوفي حضرتك، احنا عندنا طريقتين. طريقة ان هما الاتنين يتجوزوا عبر السوشيال ميديا، بمعنى ان الفتاة والشاب يتزوجا بعيدا عن الاهل، يعني هما يعرفوا بعض عن السوشيال ميديا، عن طريق السوشيال ميديا، ويتجوزوا هما الاتنين بعيدا عن الاهل. ودي مع الوقت بتفشل فشل ذريع، يعني بيبقى ليها يعني مرحلة كده، وبعد كده بتفشل فشل ذريع في اغلب الزيجات. وفي الطريقة الاخرى اللي احنا بنقول عليها ان هو يبقى في تعارف بسيط عن طريق السوشيال ميديا، ولكن الاهل هم بعد كده اللي بياخدوا الخطوات. دي بيبقى نسبتها زي نسبة الزواج العادي، يعني ممكن تنجح وممكن تفشل. نسبة الزواج العادي عندنا في مصر قد ايه؟ 50% نجاح و50% فشل، لان احنا عندنا معدل الطلاق هو تقريبا داخل على 50%، 46%، يعني تقريبا 50%. فبالتالي هي بعد كده بتسير زيها زي اي حاجة، زي اي معدل زواج اخر، قد تنجح وقد تفشل. انما اللي بيبقى فيها فشل ذريع ان الشاب والفتاة من دماغهم كده اتعرفوا على بعض السوشيال ميديا، يلا نتجوز، ويبعد عن الاهل، ومش موافقين موافقين مش موافقين مش مشكله. دي طبعا مع الوقت بتبقى عمليه بس رغبه واخداهم، وبيبتدوا بعد كده يعني ايه يبقى في مشاكل كتيره جدا، ويبقى في فشل. ده اللي انا لاحظته، ده من واقع الملاحظات، ومن واقع المشاكل والاستشارات اللي بيجي لي في الفتره اللي فاتت. طيب اخيرا دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه، كلمه بقى لكل بنت، ما بحبش اقول سن العنوسه دي لانها كلمه
انصحها واقول لها ان الزواج رزق. انصحها واقول لها ان الزواج رزق زيه زي اي حاجه. انصحها واقول لها ان الزواج مش هو دايما الحاجه الاساسيه اللي موجوده، بالعكس، ما هو في زيجات كتيره جدا بتنتهي بالفشل، وبتنتهي بالفشل اللي بيبقى هو بيقع على كاهل الفتاه اكتر، بان هي ممكن تبقى مكبله باولاد وما تعرفش تتزوج مره اخرى، ويبقى العمليه بالنسبه لها صعبه، وممكن تتزوج من حد مستهتر، حد مش كويس، ما يصرفش على اولاده ويسيبهم، زي ما احنا بنشوف حاجات كتيره بتحصل كده. فالزواج هو مش كل شيء، ومش هو معناها ان انا اتجوزت معناها السعاده. ممكن يبقى سعاده، ممكن ما يبقاش سعاده. فبالتالي انا احاول بالطرق اللي هي المنطقيه، الطرق المقبوله للزواج، زي ما بحاول لشغل، زي ما بحاول مثلا لسكن ما بروح ادور عليه بطرق معينه. فبالتالي اعمل نفس الكلام في الزواج. ان جالي جالي، ان ما جاش يبقى ربنا اخره عليا لسبب هو عايز بيه مصلحتي. بصلي وبدعي ربنا وبستشير الاكبر مني، وبستشير من هو اعلم في هذه الامور، وفي الاخر بسيب الامور كلها بايد ربنا عز وجل. ان جالي يبقى خلاص حاجه كويسه ان شاء الله، واحاول ان انا اجتهد ان انا ابقى سعيده في حياتي. ان ما جاش فما زعلش بقى الحزن الكبير وكأن سعادتي كلها انتهت لو ما اتجوزتش. لا، ان شاء الله هيجي لك وهيبقى رزق، وهو زي ما احنا قلنا هو رزق زيه زي اي حاجه. ممكن احصل على رزق في امور معينه وما احصلش على الزواج، وممكن غيري يحصل على الزواج ويبقى هو عنده امور معينه ناقصه في حياته. فربنا بيدي الواحد الصحيح لكل حد، زي ما احنا عارفين المقوله بتاعت الواحد الصحيح دي كل حد بياخدها. فانا مش عايز ان انا اكون مستربع، اكون زعلان. وكمان كلمه عنوسه دي ننساها خالص. مفيش حاجه اسمها عنوسه يا فندم. في حاجه اسمها ان هو فتاه ما تزوجتش حتى الان، او فتى ما تزوجش حتى الان، او شاب ما تزوجش. فالاثنين الحاجه دي متساويه. عايزين نشيل اللفظ ده من حياتنا. وانا بعتبر اللفظ ده اصبح من الفاظ التنمر، ان انا اتكلم اقول دي عانس ولا دي عنست والكلام ده. انا عن نفسي برفض هذا الامر. وعايزين ان احنا هو ده بقى اللي فعلا يستحق ان احنا يعني ايه الالفاظ او التقاليد اللي نقضي عليها في المجتمع. دكتور احمد عندنا استشاري العلاقات الاسريه، اشكر مداخله حضرتك معانا، وان شاء الله على وعد بلقاءات اخرى ان كثيره شاء باذن الله، الله. واكون يا رب اكون ضيف خفيف على الساده المستمعين كلهم ان شاء الله. اشكرك يا دكتور. عفوا يا فندم، مع السلامه.